هل لاحظت قبل كده نوع من التعب الغريب اللي بقى موجود في حياتنا؟ مش تعب الجسم ولا تعب الشغل، ده تعب من نوع تاني، تعب الاختيار. تفتح نتفليكس تقعد نص ساعة تدور وفي الآخر تقفل من غير ما تختار حاجة. تفتح قائمة الأكل تتلخبط بين 50 صنف وتطلب في الآخر نفس الحاجة اللي أنت دايما بتاكلها. تقف قدام الدولاب تختار هدوم وتحس إن مفيش حاجة مظبوطة. المشكلة مش في الكسل ولا في ضعف الشخصية، المشكلة في حاجة أعمق من كده. والحلقة دي عن مفارقة الاختيار. أنا إسماعيل أحمد، ودي قناة الجانب الرمادي. يلا بينا نبدأ. تخيل معايا المشهد ده واللي أكيد اتكرر مع حد مننا أكتر من مرة. لما تكون قاعد على الكنبة تعبان بعد يوم طويل، عايز تتفرج على حاجة تفصل دماغك، تفتح نتفليكس مثلا. في البداية الموضوع بيكون بسيط، تدخل على قسم الأفلام بتلاقي مئات الأفلام، تدخل على المسلسلات مئات المسلسلات. تشوف الأكثر مشاهدة، المقترح ليك، جديد هذا الأسبوع، وتبدأ تدور. تفتح صفحة الفيلم وتقرأ الوصف وتشوف التقييم وتشوف التريلر. تفتح فيلم تاني تعمل نفس الحكاية وتبدأ تدور تاني. عدى ربع ساعة ونص ساعة ويمكن ساعة كاملة وانت لسه بتدور، ودماغك بدأت تتعب. الإثارة اللي كانت موجودة في الأول بدأت تختفي، بقيت مش عارف تختار. وفي النهاية يا إما تختار أي حاجة وانت مش مقتنع، يا إما تقفل التطبيق من غير ما تتفرج على حاجة خالص. ده مش كسل، دي مفارقة، وتعالى أشرح لك إيه هي المفارقة دي. بس الأول لايك شير سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. في علم النفس في مصطلح اسمه paralysis by analysis أو الشلل بالتحليل. لما الخيارات بتزيد قوي العقل بيدخل في حالة من التردد المزمن، مش لأنك مش عارف تقرر، لكن لأن كل قرار معناه خسارة بقية الاختيارات، وده مؤلم بالنسبة للعقل. لما تختار فيلم معين فأنت بتخسر فرصة إنك تتفرج على 100 فيلم تاني. لما تختار وظيفة أنت بتخسر فرصة باقي الوظائف. لما تختار شريك حياة فأنت بتخسر فرصة باقي الاحتمالات، والدماغ بتخاف من الخسارة. عشان كده بتفضل تأجل القرار، تدور أكتر، تقارن أكتر في أمل إنك تلاقي الاختيار المثالي. بس الاختيار المثالي مش موجود. الباحث النفسي باري شوارتز عمل دراسة شهيرة، جاب مجموعتين من الناس وطلب منهم يشتروا مربى. المجموعة الأولى كان قدامهم 6 أنواع مربى، المجموعة التانية كان قدامهم 24 نوع. والنتيجة المجموعة الأولى اللي قدامها 6 أنواع 30% منهم اشتروا، أما المجموعة التانية اللي قدامهم 24 نوع 3% بس اشتروا. لأن كثرة الاختيارات خلت عملية الاختيار بقت مرهقة. كل نوع جديد بيساوي سؤال جديد بيساوي مقارنة جديدة بيساوي تردد أكتر. وفي النهاية الناس فضلت ما تختارش خالص. كمان لما الخيارات بتكون قليلة، لو اخترت غلط فالموضوع عادي. كان في 3 اختيارات بس فاخترت واحد مش مظبوط، ده عادي. لكن لما تكون الخيارات بقت 100، لو اخترت غلط بتحس انك فاشل. كان قدامي 100 اختيار وانا اللي اخترت الاختيار الغلط. المشكلة مش في الاختيار، المشكلة في احساسك بعد الاختيار. احساس ما بعد القرار بيبقى الندم الدائم. حتى لو اخترت حاجة كويسة دماغك هتفضل تفكر في الباقي. طب لو كنت اخترت الفيلم التاني، طب لو كنت رحت المطعم ده بدل ده، طب لو كنت درست التخصص ده بدل ده. في علم النفس ده اسمه فومو أو Fear of Missing Out، الخوف من إنك فاتتك فرص أحسن. ودي حالة نفسية مرهقة، لأنك مهما اخترت هتفضل حاسس إن في حاجة أحسن كان ممكن تختارها. طيب ليه العقل بيتعامل مع الاختيارات كده؟ الإجابة في مادة كيميائية صغيرة اسمها الدوبامين. وخد بالك معظم الناس فاهمة إن الدوبامين معناه السعادة، لكن ده مش صحيح. الدوبامين توقع وبحث. الدوبامين بيطلع لما دماغك تتوقع مكافأة مش لما تحصل عليها. يعني لما تفتح نتفليكس وتشوف الاختيارات قدامك، ده دوبامين. لما تفتح قائمة الأكل وتشوف الأصناف، دوبامين. لما تفتح انستجرام وتسكرول، ده دوبامين. لكن لما تختار فعلا الدوبامين بينزل لأن البحث خلص. المشكلة احنا بقينا مدمنين على البحث مش الوصول. كمان كل اختيار جديد معناه أمل جديد بيساوي دفعة دوبامين. وتخيل المشهد ده، انت بتدور على فيلم، كل ما تفتح صفحة فيلم جديد دماغك بتقول ممكن يكون ده الفيلم المثالي. دي دفعة دوبامين. لا مش ده، يلا نشوف اللي بعده، فتفتح فيلم تاني ممكن يكون ده، فدي دفعة دوبامين تانية. والدايرة بتستمر ودماغك بقت مدمنة الإحساس ده. والنتيجة إننا بقينا بنحب البحث أكتر من الوصول. بقينا نستمتع بفكرة الاختيار مش بنتيجة الاختيار. عشان كده بنفتح المنصة ندور نتعب ونقفل، بس نرجع تاني. بنفتح قائمة الأكل نتفرج على الصور بس نطلب آخر حاجة. بنفتح انستجرام نسكرول بس مش بنستمتع بحاجة فعلا. الدوبامين بقى بيطلع في رحلة البحث نفسها مش في لحظة الوصول. وخد بالك في شركات شغلها الأساسي إنها تطول وقت البحث. يعني مثلا خد نتفليكس كمثال، لما تفتح التطبيق بتشوف آلاف الاختيارات، بس في الحقيقة معظمها متفلتر ومترتب ليك أنت.
الخوارزمية بتعرف إيه اللي أنت بتحبه، بتعرف إيه اللي بتتفرج عليه، وبتعرف إيه اللي يخليك تفضل قاعد أطول وقت. والهدف مش إنك تختار بسرعة، الهدف إنك تفضل تدور، لأن كل دقيقة بتقضيها في البحث بتساوي دقيقة زيادة في التطبيق، بتساوي بيانات زيادة، ودي معناها إعلانات زيادة. عشان كده في حاجة اسمها وهم الاختيار. أنت فاكر إنك بتختار من آلاف الاختيارات، لكن في الحقيقة أنت بتختار من قائمة معدة مسبقا ليك أنت. الشركات بتديك إحساس إنك حر، لكن في الحقيقة حريتك محدودة وموجهة. وخد بالك، الشركات مش شريرة، هي بتشتغل على طبيعة العقل. المنصات مش بتخترع المشكلة بس بتضخمها، لأن المنصات مش محتاجة تساعدك، هي محتاجة إنك تفضل تختار. وكل ما فضلت تدور كل ما فضلت موجود. ولاحظ، لما الدوبامين يعلى طول الوقت الجسم بيتعب. يعني تخيل إنك بتاكل حلويات طول اليوم، في الأول بتبقى حلوة، بعدين بتبقى عادية، بعد شوية خلاص ما عدتش عايز تاكلها وعايز تاكل حاجة مالحة عشان تبدأ تحس بطعم مختلف. الدوبامين نفس الفكرة، لما بيعلى طول الوقت الحساسية بتقل والإثارة بتبهت، وبيبقى الإحساس الناتج بعد كده ملل وفقدان شغف وصعوبة الالتزام بحاجة واحدة وإحساس دايم إن في حاجة ناقصة. وخليني أسألك سؤال مباشر، إمتى كانت آخر مرة كملت حاجة من غير ما تفكر في بديل؟ وآخر مرة اتفرجت على فيلم كامل من غير ما تقلب في موبايلك؟ آخر مرة قريت كتاب وكملته من غير ما تفتح كتاب تاني؟ الهدوء بقى مقلق لأنه ما فيهوش إثارة. عشان كده أول ما نسكت بنختار أي حاجة، أول ما نحس بملل بنفتح الموبايل، أول ما نقعد مع نفسنا نشغل أي حاجة في الخلفية، مش لأننا محتاجين لكن لأن الصمت بقى مؤلم. الحقيقة إحنا مش ضعاف، إحنا مرهقين عصبيا. الدماغ بتشتغل طول الوقت في حالة بحث مستمر، وده بيستنزف الطاقة العقلية. والهدف مش إنك تمنع الاختيارات، الهدف إنك تصحح العلاقة بيها. عشان كده أول حاجة قلل مساحة الاختيار. العقل بيشتغل أحسن مع عدد محدود من البدائل. يعني مثال عملي، بدل ما تفتح نتفليكس وتدور في آلاف الأفلام، حدد 3 أفلام بس مسبقا، اقرأ عنهم وشوف التقييمات واختار واحد منهم. النتيجة القرار هيبقى أسرع والرضا هيبقى أعلى. المبدأ الثاني، فرق بين دوبامين سريع ودوبامين عميق. الدوبامين السريع بيجي من البحث المستمر، السكرول والتنقل بين الخيارات. أما الدوبامين العميق بيجي من الالتزام بحاجة واحدة والاستمتاع بيها لحد النهاية. المبدأ الثالث، طول البقاء مع الاختيار. خد بالك، العمق بيجي بعد الملل مش قبله. يعني لما تختار فيلم ما تقفلوش أول ما تحس بملل، استنى 10 دقايق كمان، غالبا الملل هيعدي والاستمتاع هيبدأ. المبدأ الرابع، اقبل ان كل اختيار معناه خسارة. كل ما تختار حاجة انت بتخسر باقي الاختيارات، وده مش فشل، ده تمن الرضا وتمن السلام النفسي. الحرية مش انك تختار كل حاجة، الحرية انك ترتاح بعد ما تختار. ومش كل احساس محتاج رد فعل، ومش كل دوبامين محتاج تلبية. يمكن الحل مش اننا ندور اكتر، لكن الحل اننا نكمل. المرة الجاية ما تفتحش عشان تدور، افتح اخر حاجة كنت بتتفرج عليها وكمل، وشوف هيحصل ايه. وفي النهاية افتكر دايما، فهمك لنفسك هو أول خطوة للتغيير، والوعي هو مفتاحك لكل خطوة جديدة. وما تنساش لايك، شير، سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. وأشوفك في رحلة جديدة جوه عقلك.